اتمنى الموضوع يخلص قبل ما البنت تروح تلاقي اتحاد تاني يصرف عليها وامها تلجأ لقطر. اتمنى يعني ربنا يسهل. اعزائي صباح الفل. عارفين انتوا كنتوا متابعين معانا زمان لاعيبه مصريه اسمها هنا جوده بتاعه تنس طاوله. كنتوا متابعينها من وهي صغيره كده وعماله بتاخد بطولات اكبر من سنها والدنيا ماشيه معاها حلاوه الحلاوه وست مجتهده وشاطره وحاجه تفرح يعني. في نكش داير كده ما بينها وما بين الاتحاد المصري لكره التنس الطاوله الاتحاد المصري لتنس الطاوله. وكان في اكتر من منظور في الموضوع وانا قررت اكشف لكم الداير اقول لكم بقى الحكايه عامله ازاي. في منظورين. المنظور الاول الناس الحاقدين ولاد 60 في 70 امثالي اللي شايفين ان الدنيا بايظه وان اكيد في لعبه وبنت رئيس الاتحاد في المنتخب فعلشان كده مش عايزينها وحاجات كده. النكشه اللي داير عباره عن ايه؟ كان من وجهه نظر الناس الحاقدين امثالي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هي كان عندها بطوله افريقيا في المنتخب والمفروض ان هي بتسافر بالمدرب بتاعها. عندها مدرب خاص زي اي لعيب بروفيشنال زي اي لعيب محترف في العالم مكسر الدنيا في كل حته في العالم، فمنطقي يكون عنده مدرب خاص مش بس ونيوتريشنست وبتاع مش عارف تغذيه وقصه طويله كده عريضه. المهم فهي عايزه تسافر بالمدرب بتاعها. الناس بتوع المنتخب قالوا لا احنا بنسافر بالمدرب المنتخب ما بنسافرش بالمدرب بتاعنا. وجهه نظرهم ايه؟ خصوصا ان الاربع متنافسين على البطوله هم 4 مصريات. فتماما ايه اللي يخلينا اجيب واحد من بره؟ طب ما هم الاربعه كده كده مصريات. اذا كانت مدرب المنتخب بيطلع ما بيبقاش الاثنين مصريات بيدربوا بعض، الاثنين مدربين بيطلعوا فوق ويسيبوهم يلعبوا بعض من غير مدربين علشان كده كده التنافس يعني مصر يعني اللي يكسب بطوله لمصر وخلاص. طيب وجهه نظرها يعني هم عندهم وجهه نظر عندهم وجهه نظر الاربعه مصريات. فاحنا ايه اللي يخلينا نخليك انت تعملي كده؟ تخليك انت تجيبي المدرب بتاعك. دي وجهة نظرهم. وجهة نظر الناس المتمردين امثالي ولا حاقدين ان لا يا عم ده مدير المنتخب يا عم عنده واحده يا عم قدها وعايزها هي تطلع يا عم ومش عايز مش عارف ايه الحاجات اللطيفه دي. طلع لنا كابتن احمد شوبير من امبارح ولا اول امبارح وقال لنا القصه من وجهه نظر تانية ان هي اجبروها يعني او اتفقوا معاها على الاعتذار عن والدتها اللي هي المسؤوله عنها يعني على الاعتذار عشان عندها بطوله تانية في زغرب بتاعه السيدات والبطوله بتاعه افريقيا دي مضمونه كده كده لمصر. فانت يا بنت الحلال اعتذري عن البطوله دي انت وروحي بتاعه زغرب اكسبيها وسيبينا احنا نكسب بتاعه مصر. واعتذار ومامتها بعتت ميل وبتاع وحاجات كده. للوهله الاولى تحس ان شويه فساد. تمام في منطقي يعني منطقي في فساد ان الراجل مش فارق له واحده من الاربعه تكسب وخلاص هي بطوله لمصر في عصر الاتحاد بتاعه. ان بنته في الاتحاد فعلا ان بنته في المنتخب فعلا بنت رئيس الاتحاد في المنتخب فعلا. كل الحاجات دي لو فيها فساد فهي فساد شخصي. هي فساد انديفيديوال فساد فردي ان واحد فاسد او لا مش بتاعتي يعني بس لو فيها شبهه فساد فهو فساد قرار وخلاص. اللي مخوفني واللي مرعب فعلا وحياة ربنا مش ان بنت الراجل في المنتخب والحاجات دي وهتكسب بطوله وهتقعد وعمرها ما هتبقى زي هنا جوده ربنا يا رب يرزقها يبقى عندنا 20 هنا جوده مش ده الموضوع. لا بس هو الفساد في الدماغ. الفساد مش فردي. الفساد في عدم مسؤوليه ورغبه في الاستمرار في الحضيض. ايه يا ست الكل انت هتعملي نفسك لعيبه وتعملي نفسك كبيره وتعملي نفسك خبره وجايب المدرب بتاعك؟ لا ما عندناش الكلام ده. احنا كلنا مع بعض. انتوا بتتنافسوا على بطوله افريقيا انتوا صغيرين انا بتنافس انا على مراكز في العالم ومركز اول وبتاع واصغر من سني وانا عندي توقعات غيركم وعندي احلام وطموحات غير ان انا بس اخد بطوله افريقيا اللي انا خدتها ده انا خدت بطوله افريقيا للكبار وانا عندي 15 سنه فمش فارق لي انا اخدها وانا كبيره يعني فتمام. فانا لا احلام ايه وطموحات ايه؟ تعالي معانا. احنا مدرب واحد بيدرب الاربعه اللي توصل منهم تاخد بطوله افريقيا بتتنسب للمدرب وبتتنسب للاتحاد وبنقعد كلنا نلطم ونزغرط ونقول الله بطوله افريقيا خدناها وخلاص. انما انت عايزه حاجه ليكي لا ما عندناش احنا الكلام ده مش بتاعتنا ولا هنوفر لك مدرب ولا هندفع لك فلوس مدرب ولا تطلع بالمدرب بتاعك معانا. وانتوا متخيلين الموضوع ده هيتحل وربنا ما هيتحل. مش هيتحل كده يعني ليه؟ علشان الموضوع مش فردي. هي دي المشكله. الموضوع مش فردي. الموضوع في الدماغ. ان الراجل ده لو بنته ما بتلعبش انا مش متاكد على فكره موضوع بنته دي برضه من ضمن المهاترات اللي بتتقال. لو بنته فعلا بنت رئيس الاتحاد بتلعب في الفرقه في المنتخب يعني او ما بتلعبش هو مش فارق له بنته ولا لا. هو فارق له ده نظام جديد احنا ما نعرفوش. ايه مشارب المدرب بتاعك انت هتعملي فيها اسمها ايه مارتين هنجز؟ ما تتنهيلي تقعدي بالمدربين بتوعنا وخلاص. هي دي المعضله. هو ده الحوار. هو ده وجع القلب اللي احنا فيه. مش ان بنته يعني خلاص لو الراجل ده ماشي الدنيا تتحل. لو بنته ما بقتش في المنتخب خلاص كان هيخليها توافق والله ابدا. هي الفكره هي الفكره مش في بنته خالص. اتمنى الموضوع يخلص قبل ما البنت تروح تلاقي اتحاد تاني يصرف عليها وامها تلجأ لقطر. اتمنى يعني ربنا يسهل.